والله. شفتوا خايفين من الخساره الثقيله؟ اي والله انا رديتها عن تخلص تعادل بس ما رحمت، واثنين هم نعمه. اي برشلونه مو هي رياضه وفزتوا برشلونه، باشا، اقول لك إيه غير رياضه. وخبصتونا فزتوا باشا بالنهايه، دول الاثنين هم نعمه خسران. اي والله اليوم خيبهم ظن اللاعبين وبرشلونه وعمنا فليك، رائج على عم فليك، ما يسال شيء يخسر، وان شاء الله يعوضنا هو بعد 6 لعبات. ليش هيك هذا حل برشلونه خاصه مع الانديه الكبيره مثل باريس مثلا؟ العوز يفشل. شو عاوزين بالله انتم؟ شو معاوزين؟ هم يريدون لاعب ما عندنا. وشوف لك نزلوا علينا تشكيلتين باريس، فريق جاهز عمي بالابطال تجيك فرق جاهزه. برشلونه ماديا ما عندهم، ما عندنا احنا راشفورد الناس مطينا عطيه اعطتنا. اي والله العظيم وين كنا هذا صارف له مليونين هو الموبايل جابه ب 3 ملايين. بالتالي برشلونه يعاني من الامور الماديه، اثرت على برشلونه لا والله اليوم على هذا الاداء طموحنا هم بالابطال ما نطمح يعني ما عندك طموح بالابطال بعد هاي الخساره؟ تجينا انديه راح تجينا اقوى. عرفت مستواك الحقيقي من هاي الخساره؟ طبعا اي صراحه ما انا مو قلت لك احنا لاعبين ما عندنا. اي لاعبين ما عندنا. يعني الشيء اللي لك نقول لك اخذ ابطال واحنا بهاي اللاعبين ما عندنا، هي تشكيله واحده 11 لاعب. انصاب واحد ظلنا حايرين بيه هسه من الساعه بلوه بالقران بلوه برشلونه، مو قلت لك العوز يفشل. ممكن نخليك بالاسباني افضل. ها؟ الدوري الاسباني اي ونغلب الريال كلش كاف.